تاني قصة هقولها بسرعة جدا. بنوتة جميلة كانت مخطوبة لواحد لمدة 2.5 سنين، متخرج من جامعة محترمة، مستقبله باين ان هو مبهر، علاقات عفوا حالته المادية مش ألطف حاجة لكنه مش قليل قوي. راح للأهل، الأهل كانوا قد إيه مرحبين، من الناس اللي بتشوف وأنا مع المدرسة دي إن مش لازم شبكة ومهر عظيم وشقة مش عارفة إيه وكذا. فهو قال لهم أنا داخل البيت من بابه وعايز أتجوز بنتكم، لكن إمكانياتي مش أعلى حاجة، لكن أنا بوعدكم قبل ما بنتكم هتتجوز إن شاء الله هتكون يعني مستريح مترستقة. تمام. خطبها بدبلتين، قعدوا 2.5 سنين مخطوبين. في خلال 2.5 سنين دول مقابلات قليلة، مكالمات محدودة، الأب والأم عاملين كنترول، متحكمين في القصة، الدنيا ماشية زي الفل، الولد بيجري في مستقبله وعالي جدا جدا جدا. بعد ما هي قال لها مع السلامة، بوسة كبيرة لبابا. حصل إيه؟ بعديها قالت لي يا رضوى كنت هتجنن ومش فاهمة هو بيعمل كده ليه؟ ده انا اهلي وافقوا ولو كان عايز ولو كان ومش عارفه ايه وكذا. المهم راح خطب واحده تانية، بنت ناس مستريحين. بعد كام شهر مش كتير ابتدى يرجع يكلمها تاني، انتي وحشتيني وانا بحبك، والاسطوانه بتاعت ده انا اهلي هم اللي ضغطوا عليا وانا هعمل ايه يعني وانا مش عارفه ايه وانا كذا. انا كل اللي انا طالبه منك بمنتهى البجاحه، واسفه ان انا بقول الكلمه دي، ان انا هتجوز التانيه وبعدين هرجع اتجوزك عليها. يا صلاه النبي، يا سلام. انا يا رضوى اعمل ايه؟ انا بحبه ومش عارفه اعيش من غيره. انا عايزه اقول لكم ان مفيش ولا شخص ولا شغلانه ولا بني ادم ولا مكان ولا اي حاجه ضاعت مني عيطت عليها والنهارده فاكراها، ولا اي حاجه ولا اي حد. مفيش اي حاجه ندمت عليها. ولو الزمن اتعاد بيا تاني مش هختار غير اللي ربنا كتبه، بنفس الاشخاص، بنفس الجوازه، بنفس العيال، بنفس كل حاجه، بنفس الطلاقه، بنفس كل حاجه. لان احنا بعد شويه وقت ايا كان الوقت، في ناس الاستعداد بتاعهم النفسي انه يعدي تبقى شهر، تبقى سنه، تبقى يوم، تبقى ساعه. زمان قوي، انا زمان قوي كنت بنهار جدا وعيط جدا، واي حاجه ان شاء الله قد كده اعمل عليها فيلم ودراما واقعد عليها سنين اعيط عليها. بيتقال دلوقتي ملهاش غالي. لا، هي فكره ملهاش غالي، هي فكره ان انا عرفت how to overcome، بيقولها بالانجليزي، ازاي تتخطي المرحله بسرعه. عشان اعيش مره واحده بس هفضل طول حياتي اقعد اعيط؟ هفضل طول حياتي اقعد الطم؟ ما اللي راح راح. هو ايه ده اللي يروح يتجوز واحده خليك ويبعت لك صور فرح بالمره، ياخد رايك في فستان العروسه وبعدين يتجوزك في السر؟ ليه؟ انتي ناقصك ايه؟ ناقصك ايه؟ انك تعيشي مع واحد فخور بيكي بيتفشخر بيكي، دي مراتي، دي ام عيالي، دي اللي انا حبيتها. ناقصك ايه؟ جوازه تانية مثلا. يعني انا في ناس كتير قوي يقولوا لي ايه، اصل انا مش عارفه ايه ودي جوازتي التانية فمش مهم قوي. ومهم، هو في كل الاحوال مهم، بس انا بتكلم عليكي انتي. انتي ناقصك ايه عشان انا اقعد استنى راجل يروح يتجوز واحده تانية؟ مع السلامه. تاني، انتوا عارفين ان احنا بقينا 104 مليون مواطن في مصر بس؟ عارفين في منهم كام راجل سنجل اعزب؟ الدنيا ما بتقفش على حد، ولو وقفت مش هتقف على راجل. الدنيا بتقف على الام والاب وبس وبس، وهنشد تحتيها خط. لا هنستنى حد يعبرنا، ولا هنستنى حد يجي يتجوزنا، ولا هنستنى حد يمن علينا بمكالمه تليفون ويسال علينا ونرفع سماعه التليفون نقول له حبيبي انت ما بتسالش عليا ليه طول النهار؟ ما يسالش.
خلاصة الكلام، اتعودوا تبدلوا الكراسي. اتعودي ان بدل ما يتقالك هشوف هجيلك امتى اتقدم، تقولي هشوف هينفع اتجوزك امتى. اتعودي ان بدل ما انتي اللي تطلبي الاهتمام، ان هو اللي يشحته عشان تفضلي غالية وعزيزة. اتعودي يبقى عندك اولويات تانية في حياتك غيره. عندك بابا وماما، وعندي صاحبتي بس فريند بتاعتي، وعندي بنت خالتي، وعندي بنت عمتي، وعندي شغلي، وعندي دراستي، عندي حياة غير حضرتك. اتعودي انه يكون زي ما بيسموها بالانجليزي cherry on top. التورتايه عندي وهاكلها، يعني هاكلها، لكن بيبقى في حته كريزايه كده موجوده فوق التورتايه، لو طعمها مش عاجبني هغيرها.